لا تقولي عالم ولا دكتور، أنا ممثل مشهور، بعمل دور الفقير لكني ساكن في القصور. تصدقني أو ما تصدقنيش، معايا في رمضان هتعيش من المغرب للسحور، لكن أي فايدة عندي ما تلاقيش. باخد أجر بالملايين وما تقولش بصرفها فين، وما تسألش باخدها ليه، دي حكمة رب العالمين. منة شلبي في مسلسل تغيير جو أخدت 17 مليون جنيه، وده طبعاً نص أجرها علشان عملت 15 حلقة يا بيه. ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة أخد 20 مليون جنيه. أمال لو العلاقة مش مشروعة كان هياخد 30 مليون في إيديه، لكن هو كده مرضي ومش زعلان لأن المسلسل 15 حلقة يا فنان. أحمد مكي أخد 25 مليون جنيه رغم إنه بيعمل 3 شخصيات يا بيه، جوني وحزلقوم والكبير. ظلموك يا مكي ولا إيه؟ حمادة هلال في المداح عفاريت ورعب سداح مداح بياخد 26 مليون جنيه علشان 3 مواسم نجاح. مصطفى شعبان بابا المجال أخد 30 مليون يا خال علشان الجمهور بيستناه وكل رمضان على ده الحال. عمرو سعد زيه تمام أخد 30 مليون بالتمام والكمال، ما هو بابا المجال والأجهر لازم يعيشوا في سلام. أمير كرارة في سوق الكانتو أخد 33 مليون يا خالته، ليه وعشان إيه؟ ما تسأليش، هي دي حالته. خالد النبوي في رسالة الإمام أخد 35 مليون بالتمام، ده لو الشافع يعرف كده ما كانتش شافت عينيه المنام. محمد رمضان نمبر 1 جعفر العمدة عميد الفن أخد 45 مليون جنيه بدون قر ولا زن. هي دي أجور بعض الفنانين علشان نتفرج إحنا الغلبانين، بصراحة بيتعبوا علشاننا مع إنهم مشغولين. الأسعار دي هي المتداولة والمواقع بترددها علاولة، وأنا عن نفسي مش مصدقاها، بس هعمل إيه؟ ما هي الأخبار من أولى. أما الإعلانات فحدث ولا حرج، هتعمل إعلان يعني جالك الفرج. روبي 5 مليون جنيه في إعلان فريش يا عم فرج. ودنيا سمير غانم في رمضان بتلم المغانم 7 مليون جنيه عشان تترمضن يا عم سالم. حمائي في إعلان مدينتي أخد 9 مليون يا حبيبتي. وكريم عبد العزيز 10 مليون وديكي عرفتي. محمد منير 12 مليون جنيه. وحسين الجسمي دايما زبون أخد 45 مليون جنيه. أما أعز الأحباب النجم عمرو دياب فده بيقبض بالدولار 2 مليون، واحسبها بالآلة واللاب. وزي ما قلت قبل كده أنا بنقل من اللي قال ومعرفوش صادق ولا كذاب.